ازاي البنت اغمى عليها تحت الميه وايه اللي حصل بعد كده. في العاصمه المجريه بودابست كان في بطوله العالم للسباحه الايقاعيه، بطوله بيقدم فيها بعض المشتركين اللي بيحبوا النوع ده من السباحه ومتدربين عليه كويس قوي. كان في بنت اسمها انيتا من ضمن المتسابقين اللي كانوا بينافسوا في البطوله دي، وكانت بنت شاطره جدا في المجال بتاعها، يعني سباحه عالميه. في اليوم ده كانت موجوده هي والمدربه بتاعتها، وجه دورها علشان تنزل جوه الميه، وفعلا نزلت جوه البسين ونطت. وهي بتقوم بدورها ده غطست تحت الميه وقعدت فتره. الفتره دي كانت فضلت كل شويه تزيد. كل الناس اللي بره مترقبه ومستنياها تطلع، وعارفين وواثقين فيها كويس قوي ان هي سباحه عالميه، فعشان كده مش مهتمين بالموقف. البنت دي كانت عندها 25 سنه وشاطره جدا في السباحه. بعد ما البنت نزلت فضل الوقت يعدي دقيقه ورا الثانيه والناس مستنيه انها تطلع. كل الناس فرحانه ومترقبه وشايفه ان الموضوع كله في مجال الرياضه وفي الاطار بتاع المنافسه اللي هي اصلا نازله علشانها. لكن الوحيده اللي كانت حاسه بالخوف او القلق هي المدربه بتاعتها اندريا.